صباحكم سكر. عاملين ايه؟ الانانيه، في ناس كتير قوي فاهمه كلمه انانيه غلط. فاهمين ان الانانيه انك لما تتحط في اختيار ما بين مصلحتك ومصلحه اللي قدامك، فتختار مصلحتك، انت كده تبقى اناني. انت كده تبقى مش كويس، شرير، انت كده شرير. لا، هي مش انانيه. لان لو اللي قدامي اتحط في نفس الموقف اللي ما بين مصلحته وما بين مصلحته اللي قدامه، هيختار مصلحته. اصل محدش بيأذي نفسه، محدش هيأذي نفسه. ده انت لو ما اخترتش مصلحتك انت كده مش طبيعي. يعني انت كده حد فعلا بيدور على على النكد، بيدور على وجع قلبه. انا لما اتحط في موقف اختار ما بين مصلحتي وما بين مصلحة اللي قدامي، خلاص انا هختار مصلحتي، وانت اعمل اللي انت عايزه. يعني بمعنى مش اعمل اللي انت عايزه، مش انانية، والله والله ما انانية. يعني انا لما ابقى يعني انا مثلا لما يبقى عندي مشوار مهم مثلا، انا عارفه ان انا هصحى اروح المشوار ده الصبح، ويجي حد يكلمني في التليفون: معلش ممكن تيجي معايا المشوار دوت، اصل انا عايزك معايا، اصل إيه يعني تتصرفي معايا وي وي. فهقول له معلش انا كمان عندي مشوار النهارده، فاروح المشوار بتاعي، ولو رجعت بدري هجيلك. طب ايه الانانيه في كده؟ يعني ايه الانانيه ان انا افضل المشوار بتاعي اللي انا رايحاه عن المشوار بتاعه؟ لما ادخل في علاقة واحس ان هي ممكن تأذيني نفسيا، واختار ان انا ابعد. طب يعني انا اخترت مصلحتي عشان ما اتأذاش نفسيا. انا حاسه ان انا لو كملت في العلاقة دي نفسيتي هتتعب، هحس ان انا ظالمة نفسي فببعد. ايه الانانية في كده؟ ان انا اخترت مصلحتي. ايه الانانية في كده؟ ما هو انت لو حسيت ان انت تعبان معايا، ما انت هتسيبني برضو وهتمشي. ايه الانانية في كده؟ يعني ملهاش علاقة خالص. يعني ان انا افضل مصلحتي ملهاش علاقة خالص بالانانية. دي مش انانية خالص نهائي يعني.